يا نهار ابيض، كل دي بودرة اخدها من وشها. ده طبعا ايده كانت مزحلقة وهو بيتمرن، فمحتاج شوية بودرة، فلقى الانسة دي راح واخد منها كل البودرة اللي في وشها وقعد يتمرن. كارتة العروسة راحت. رد فعل غريب جدا من الناس، كله واقف متجنن يقول لك ازاي التورتايه راحت كده بالشكل ده، والراجل ده بقى في نص هدومه. تفسير واحد بس، هي كانت نايمة ولا كانت بتحلم؟ لما تكون عنتر فجلة ماشي في الشارع ويجي كلب يقوم عامل فيه كده. مين يا جماعة قال ان البقر ما بيفهمش؟ البقرة دي محبوسة، فتحت الباب لنفسها 10/10. اتشدت شدة مش طبيعية، ركز كده وشوف هتتشد ازاي، غريبة. طبعا الست دي حست ان في حاجات كتير كانت بتحصل لها في الأوضة وهي نايمة، فراحت مركبة كاميرا علشان تشوف ايه اللي بيحصل. طبعا الشتا معروف، شتا يعني اكل، بس هو سؤال بس بقى للناس، هو ايه اللي الشيف بيرشه فوق ده؟ دي سمنة ولا ايه؟ اللي يعرف بقى ما ينساش يكتب بقى، ولا محدش يعرف. هيتجنن ازاي البقرة طلعت فوق. الراجل يا عيني بيتكلم في نفسه، سامعين الصوت ازاي؟ وبيسأل نفسه ازاي البقرة دي طلعت فوق. بص هتعمل ايه؟ مش هتتوقع. عاوز تجيب هدية لخطيبتك او حبيبتك او ايا كان، تجيب الدبدوب ده وتقوم عامله لها مفاجأة بالشكل الجامد ده عسول. بس عرفت السبب، تجيب حتة فوزلين العادي اللي احنا شايفينه ده، وتجيب علبة صغيرة وتقوم حاططها فيها، وتجيب حتة روج وتقوم دعكهم كده في بعض. ها مركزة انت معايا؟ وتقوم عاملاها بالشكل ده كده زي ما انت شايفة. وايه اللي يحصل؟ وتجيب الاستشوار بقى اهو، استشوار يا معلم، وبص وحمر الخدود وروق الدنيا. وكله بقى حطت ملح في المعلقة زي ما انتوا شايفين كده، وخليته يدوق. شوفوا رد فعله عامل ازاي. المسكين ما اتكلمش، صغير. اللي حصل مع الراجل ده اغرب من الخيال. راح يسرق البيت بتاع النعام، النعامة سابته يعمل اللي هو عاوزه. جالها بقى مين؟ جوزها. يا نهار ابيض، عمل معاك جلاشة قوي، مش هيسيبه. بصوا يا جماعة، غريب. قفزة عجيبة وغريبة. ده بقى يعلمنا ايه؟ تاخد رضا امك، علشان ده امه ده عياله قبل ما ينزل.